سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا صبوك تلو ناي وترو تمنيتايو لومو وين كم توترو بدرجة على هاي زلو ولا حتى عالمنا صحيب زلو زيناتات نباهم يقرب له مچم ابزوان زي زينات كتاتلو تلهم ولا حتى عالم بمولو اما اكلاي مبراغي زلو بقت هذا ما اسرائيل مس ايران زتفاننو زلو ناي غزي حتيو مع سيك الجمر درو قدمي سنة ساعات حدا كابتن قجلنا يا ويكا مس إيران تسرح حزب الله بأشحاد قصر ميسايلات روكيتاتنا بإسرائيل كمستوكسة السجنة يكون أنت تسميت تغير زلو اتنا إيران معاسي خمانت زبل تسميت حجو كتري ويهم زغا نتزعا بزوبا شقر هذا عبي دبنا ينصلا لهم زلو أنا هوب زناقرزي صبو على بكرة كمبر صبو مع رب زركب أي مسلني زلو زنت هالو تمع بالتات هذا بحدا كريينا لايك جبرو سبورت جبرو سايت زرك كنا تكون تاتك زي مسلنا رانا كنا let's start with this one what's going on bracing for an Iranian attack tense over what form it will so أبزن ريال زلنا أمونغو إيران إسرائيل قد تعودوا بيلن مونغوم إيراق الله كبيرة أمثالف كجوردان الله ويون بعراق غيركا بسوريا غيركا ناب ليبانون متيخا يزولو تكونتات سلازي بسوريا يراخو بيوم anyway قد تعودوا بيبلوم سلازي انت عينة وقي يكون نزبل زولو حتو مبزحتن تنهاجرات أمونغو إيران كاب إيران أب كباب إيران زولو هاجرات نا أمريكا وتهدراو بيز زولوون إيران تري المدن كاقتايباتنا الله نساتن لما نا أمريكا نابنت كويت قطر ولا وين تركون انتخونه كلا يروم يكون أمريكتهم زلوا بيز ناي وتهدراوي حيلنا أمريكا نيران كتقوم لهم زي بلوم نجيرو مالو تديلي إيران قبل ما سكتب سلتغل تنهجرات أم حدا قاعد يغنى له لذي ناي حدا عبي كونتات سكفتاي زلوا بصحات هجرات زي قطعتن بقولت في نخوتشو عزيزنا. The next few hours are critical as the possibility of a wider war expanding in the region is increasing. Iran is reportedly preparing to launch an attack on Israel as what it calls retaliation for the attack on its embassy in Syria on the 1st of April. And the offensive could occur in the southern or northern regions anytime now or over the next few days. And it has the potential to trigger an all-out regional war. Senior US officials have said that Iran... So اتي زفرها زلو بمولو تي ريجن تري والله هم تاي كم زمسل كم زي باودر كيك بلو بقليلو كبارع زخل زلو كونتاتنا نرزلنا كابانا دما روحو غاي كونن زلو تزي اوريدي تنا يمن نفس زخال عرس قبر سلوز دلو خمبر كم حرم حيال سل عليه حيل بحر ناي فرنسا ناي طليان ناي كالوت اوروبيان زنبره حديما كم زخدا مخنيات كصاورون كخلو ناي كالان اتي درجه مدقعت ناي درونس كاي زلو سلاز امريكا عبيت مراخب كينات تقرب كم زلا يزنقر زلو مخنيات تناي حوت حيلي مليسو سلاز برتعي بمقتل ابتي ناي اسرائيل وانتقونه أمريكا أنت إتيا خمزلا سنة إلى كريكمي عبيت وتدراوين أزستي ناب إسرائيل سراويتو ناس أجع كمزلا فلوتيو. have said that Iran, in all likelihood, will attack Israel before the weekend. According to reports in Israeli media, Iran can launch missiles and drones today, which is such. طيب لو درجة أبز ويكند زسي متقعتنا إيران كله كم زغيل أمريكا already تحطه تجبرون تخوني تجبرون ديكونس نايم آسيو تحطه بمبال سليا وحبريتنا نا أمريكا بلك أنا توج كم بيوزلو جيروم يوم زارب زلو سلذي كان اسمع يوم طيب لو. I would just say that we're watching this very, very closely. We still deem the potential threat by Iran here to be real, to be viable, certainly a credible, and we're watching it as closely as we can. So, the three words تناكم نايتي White House John Kirby تبعله National Security Council spokesperson وهاب قالين طيب لا تحتو هذا برتو زخنا متقعتك قبر كم زغل تثبيت كم زلوهم قبر مالسكو بدما دلوات مخانم بزعق زي بايدن يخون كالوت بلدكنيا هنا أمريكا أتريهم زاربو زلوي سو كورينا كما يكوني تكونتات عزبنا نبي نقصر. Iran has sent a message to the United States through the Arab countries, and I'm quoting them: "If you intervene in a conflict between us and Israel, we will attack American bases in the region." The warning comes as US President Joe Biden stated that he was expecting Tehran to attack Israel sooner than later. However, he has warned Iran against attack. So, Iran dema Supreme Leader ناي Ayatollah Khamenei ni America بمنقدنا هجرات عرب غير ملقت محلالي فلو نش دما عبز وقيتكم كتو تجميركم
بزح بيزس وتهدروا بيزات اللغم زمرسنا مريزنا كانت تقع مخانا كنحبركم نفتو سلازي زي منغونا منغو اسرائيل زليو يتكم كتحوسوا يبلكم مبال اتنققهم كم زلونا تنهجرت عربون اتنققهم من كم زلو يزنقر stressing that the United States will defend Israel. We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. So Biden na mod abta latest na tmaglas hibu zallo إسرائيل نمكل خالق على تنازل لنا يزبل زلو سلازي كل ذكرنا هنقبرنا إيران دما هيك تعوتنا يزبل زلو سلازي أبك من ميديا بزح كمزي حيال كوينو يزارب على بايدن بحر مقارة جاكن بجاهم من إيران تتوابلوا عنا بلي أب كل بوتا أنا خدي يلم من كم زلو يزنقر كلاتهم ولا أتوم مكرا قنتون مكرا خرطون جيرز وصلهم زلون تشاينا ونتقونه لمينو إيران بجاهم هدوة نبلي جحتت كم زلو حجي أب كملساينا ذا ريبورتس يا بزحتي ديتيلز لزلوا مجمريا كنت كرينا أب إسرائيل تكونتات كمي كم زلو بخميري وخم زلو اسكا بخلت من قد كرياكم في التناني جمر بزي. El Gamal in Amman, Jordan joins us now. Thank you so much, our guest on زيك أب جوردانيا مجمريا نا إسرائيل كاكبكم يا لس تريجن كمي كم زلو this topic to go further on the crisis that's ongoing in the Middle East. You are a political analyst and former Pentagon Middle East advisor. Thank you so much for joining us on France 24. Tell us, Ms. Gamal, how seriously should we be viewing this announced threat from Iran? It's quite a serious moment, to be honest. I mean, obviously, the Israeli attack on this Iranian consulate in Syria was a big deal. It was an escalation, especially as seen through the eyes of the Iranian regime. So بخمي من قد كر خلز حجاجات يمزولو كونتات من إسرائيل نيران دلو تنشن ببلاته زي العل دقنيا وتريز اللو كونتاتنا نرزلنا إيرانويان التابع لي قنصل ناتهم أب دمشق أب سوريا زقاتمي لك كم أمريتهم زور دمتكعتي أمريتهم ترايد يكون سخاء أبيت منجستي كم زور دمتكعت غير وسيد مالهم معناته إن بس مالت أكلنا منجستي أكل هاجر سلزخانة سلزي قدم كبرامات سكوب كم زخاني يتسبيت جبر لهم نبلت يا تزارب زلا زدما حدا عبي حدا جنيا كونتات كبجس خل معاني. It killed an important figure and according to Iran and of course according to many analysts as well violated international law by attacking a diplomatic facility. So Iran has to respond. I mean that part is not in doubt. The question now is how does it respond and will the way that it responds escalate? So تحطن تايزلو هجي إيران جبر ملك كتب كم زلوا تثبيتي زجبر الله زلوا زي ما حباي زجرمبر كتب كم تخيل فلوتي تحطه بخمي من جدي عبي بخمي أجباب كتبيات جبر ملسي زبال زلوا معناته نزي كونتاتنا إيران تبقى سوزلا ملو بملو إسرائيل مخانا كفلت نكرالنا إسرائيل زجبرته سجونتي إسرائيل كا نأمريكا نبتوج نخد صحبا إلى زجبرته مجمر يوم نايكون بزح زين قصك سما من إيران نبتو كينات نخد ساتفو لذي I think ننوي حوان أدمة تغير لهم نيرون تبتو كينات نخد ساتفو إيران أتدليو نيرا إسرائيل مخنات تكوينات تسافيو حدثي نتنياهو أب مواتر سلزلو أب سلطانو تزبي وشت أوزبي حتى عباي جازيت أنا إسرائيل انت لا صحيفات مالي ويكا مستوى السنة جزي زكينات زي إسرائيل تسعيرها مخنياتو كل التعلاماتنا يتوقع أي تحرمة حماس أي تدمسسن تصدقوا كناتنا إسرائيل أي تغيرا مليسو كفيو لعلو كل دماء إسرائيل بعالم درجة تسأل عنها نابتر زبطيو سلازي زكينات زي كم تنسو زبلو زول عود يكونه سعراتنا إسرائيل زقات أمر كوناتي بمبال كم ميديانا إسرائيل زي وز زربا أوتيو بزح الزربا قينو لا ميديا سترا دي كونه جن نتنياهو زدلو زلو نعوه بسلطان جيرو زلو لفنتناتو توق تديك قصيلو كم برايم مينستر قصيل كم زي كونه يسقط سجبر له زلو سلازي نتوكينات قصيلو قال نجر عود ترغبيا بسلطان كصنع زغلن بربت زلو كنتات تجي كنا متى سب قتيلو له كنا متى قضا يعني والله بسلطان كصنع هيكلني سلازي ورقته تبلاشا سلازي لا نعانم عراي زخون عينت ولا نهي نفس قتلتاوي إذا عجز جبر زلوجي نفس قتلتاوي سقومتيهم زلوا زلو معرباويان كومنتيترز. The tensions in the region even further than they have been escalating over the past few months. Iran has several options, of course, when it comes to retaliation. It could respond with a direct attack into Israel, which would be the most severe of all the options. It could respond in kind, which means attacking an Israeli diplomatic facility in another country, in a third country, or of course, it could not attack at all. So those are the options that it's weighing right now, each of So تكبر ملسك تبغى إيران لما بزح من قدتات وي بزح ملك عاد حزق خون غل حدا
ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ክትገብር ትኽእል እዚ ድማ ሓደገኛይ እቲ ህዝቢ ድሮ ኣብ ሽቁረራ ይነብር ከም ዘሎ ፅንኢልና ንሪኦ ናብ ካልእ ሪፖርት እቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ዓይነት ሽቁረራ ከም ዘሎ እቲ ካልእ ኣማራፂ ኢራን ክትጥቀመሉ ትኽእል ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈታት ወይ ከዓ ናይ ቆንስላዊ ስራሓት ናይ እስራኤል ናብኡ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ግን ኦልሬዲ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ኣባላት ናይ ቆንስል ናይ እስራኤል ብምልኦም ከም ዝሰሓበቶም እስራኤል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ እያ ንግዜ ንገድፎ ሕጂ ኣብ እስከ ብወገን ካልኦት ከመይ ይረአ ኣሎ እዚ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ንፍትን from the United States to Iran saying do not attack Israel. It's a blatant warning. It's obviously got merit. How do the Israelis feel, though, about the potential Iranian attack? The intelligence that coming in is saying that an attack is imminent. So America Iran ኣይተጥቅዑ ናይ ኣሜሪካ ነገር ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ሓንቲ ሃገርሲ ናይ ካልእ ሃገር ኤምባሲ ሃሪማ 7 ሰባት ቀቲላ ኣሜሪካ ብሕማ ኣይበለትን ኣይኮነነትን ኣይተዛረበትን ተርዲኦም ኣለኹም እታ ኤምባሲኣ ዝተሃረመት ሃገር ግብረ መልሲ ከይትህብ ግን መጠንቀቕታ ትህብ ኣላ ካብዚ ንላዕሊ ዳብል ስታንዳርድ ወይ ከዓ ትዕቢት ኣበየናይ ዓለም ክረአ ይኽእል ኣያ ሪሊ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ኣሜሪካ ኣሰልችዎ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ምክንያቱ ሓዊ ወሊዖም ነዚ ሓዊ ከይተጥፍኦ እዮም ዝብልካ እና ሞትካ እናተቃፀልካ ከላ ከይተእዊ ከይተጥፍኦ እናበሉ መጠንቀቕታ ዝህቡ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ትዕቢት ናቶም መዳርግቲ የብሉን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ትዕቢት ብ10 ዕፅፊ ዝልዕል ትዕቢት ድማ ናይ እስራኤል ወስቐሉ ክልተ ብትዕቢት ዝሰኸሩ ሃገራት ነዚ ዓለምና ዝገብርዋ ዘለዉ ረይዎ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ናይ ዓለም ድማ እዩ እዚ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ኣብ ሱርያ ከይድካ ኤምባሲ ኣቃፂልካ ጥራይ ከይከውን ግብረ መልሲ እንተሂብኩም መጥፊኢኹም ይከውን ብምባል ድማ ከተፈራርህ ከለኻ ምናልባት ሓይል ስለ ዘለካ ከምኡ ክትብል ትኽእል እዚ ዓይነት ኣካይዳ ግን ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ዓለም እንታይ መልእኽቲ ይሰደሉ ኣሎ እዚ ሃገር እዚኣ ብትዕቢት ዝሰኸረት ሃገር ምዃና ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝበሃል ከም ዘይስምዖምን ምክንያቱ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ኤምባሲታት ናይ ሃገራት ክትንከፉ ዘይብሎም እዩ ዝብል ንእስራኤል ግን ዘገድሶም ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ብዙሕ ግዜ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝበሃል ክኽተሉ ድሌት የብሎምን ንዝደለይዎ ይሃርሙ ምስ ሃረሙ ድማ ኣሜሪካ ኣጆኹም ወላ ሓንቲ ዝመፀኩም የለን ዝኾነ ኣብ ዩኤን ክግበር ዝኽእል ድዩ ገለ ባዕለይ ክከላኸለልኩም እየ ስጉምቲ ተተወሲዱ ድማ ኣነ ክሕግዘኩም እየ እናበለት ልክዕ ከምዚ ሓደ ስዲ ቆልዓ ድሌቱ ክገብር ከሎ ኣቦ ድማ ሓደ ሓያልን ዓሻም ኮይኑ በቃ ወዱ እናበደለ ክርኢ ከሎ ግደፍ ክንዝብል መመሊሱ ነቶም ዝተበደሉ ዝዕምፅ ሰብ ተኮይኑ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኢና ንርኢ ዘለና There's a growing concern in Israel and people even start to equip themselves and to do shoppings. Generators are being sold, but on a low key. I mean, people still believe that it will not turn into an overall war, God forbid. But it should bring us to the question, was it worth it? I mean, was the assassination so vital that it's worth it to pay now this price, even the price of... So እቲ ፍርሂ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ዜጋታትን እስራኤልን ዘሎ ልዑል ደረጃ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ይወፅእ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ስቤዛታት ገዝኡ ጀነሬተራት እናገዘ ዳርጋ ኩናት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ምሕብዩ ክኣቱ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዝኽእሉ እቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩናት ውሒዱ ድዩ ስለምንታይ ናይ ሰላም መንገዲ ክድለ ዘይተኻለ ስለምንታይ ፀቕጢ ጌርካ እዚ ሃገር ናብ ሰላም ክትኣቱ እቲ ዞባ ሰላም ክረክብ ዘይተገብረ ኖ again ናይ ኣሜሪካ ቢዝነስ ሞዴል ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ እዩ እምበር ንእስራኤል ግደፍ ኢሎም ከስምዕዋ ይኽእሉ ነይሮም ግን ኩናት ኣጆ ብድሕሪት እቲ ናይ ኩናት ኢንዱስትሪ መክሰብ ናቱ ዝለዓለ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ኣባርዓዮ ጥራይ ዝብል ዘሎ ኣባርዓዮ በሎ ቀፅሎ ኣጆኻ ተኩስ ጥራያ እዚ ዓይነታ ዘለታ ኩነታት ናበይ ከተብፅሓናያ ግን ክንሪኣ ኢና fear from something unknown and nobody knows how will the Iranian react, where, when and by whom. It seems as though that the US is preparing for that to come maybe sooner rather than later in terms of the advice that they've given to staff working out there, telling them not to travel. From the US's perspective, they're pledging, iron support to Israel. This looks like Israel's allies are preparing for something that is imminent and potentially very dangerous. If so it was a fatal mistake to commit this assassination. Because war with Iran is a real game changer, and I don't even want to start to imagine myself or to describe you how can it look
and how can it change not only the Middle East, but maybe also the entire world. I really hope that the Iranians will be clever enough, and until now they were quite clever, I must say, and will not do something which will get us into this vicious circle. And so you're talking about this strong. So yeah, بزح سب زمنية زلوا السويو إيران خطتك بتعمي تجديدها خمسة لنا نرزلنا مخنياتو قبل شبراء متكعت بزح جزية بزح قد السبات قتيلهم لا إسرائيل سلينا إسرائيل كم زغطلهم قبل ملسن غيبوا قلنا نوح وانت تسميهم سلامتاي نفتو وجك تعدم كم زلا فليت الله بتوجد تبدما إن إيران بتعمك حاسيا خمس خلوني فلتيهم كسعر وادي ما يسعروان كعلى حتى كأنوا خمس خلوقن فلوتي سلزي منال بعد حجون ولا تزرع على درجة provocation ويكا لك كم زي نبأسي زدنا زعدم زلوا سب زليت وكل عينة تصرفت زهربن لك كم دما بزوج تغير لالو حجون تاب لالو إيران لبي ما نزكونتات تتقطفون كسع كندي يصبونيرو مخنياتو إيران أو قندهراتيا مس إسرائيل اتزوبان تاي كون كم زغل علمنا نبيك كيت كم تخل ناخذ قمتونا شقاري تبزل بزحات لبامات ፖለቲከኛታትን ተዓዘብትን ድማ ከምኦም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩነታት ዝናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ዝኽእል ኣካል እውን የለን ኣሜሪካ ሓያል ሃገር እያ ሓያል ግን ኣይኮነትን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ንሑትን ጠጠው ከተብል ኣይከኣለትን ኣላ ለተሎን ሓደ ሓያል ሃገር ከም ኢራን ዝኣመሰለ ኣይኮነ ሑቲ ሓደ ንእሽተይ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ብንእሽተይ ክፋል ኣፅዋር ናይ ኢራን ብንእሽተይ ክፋል እዩ ዝብለኩም ዘለዉ ኣፅዋር ናይ ኢራን እዩ ንንግዲ ናይ ዓለም ጠጠው ኣቢልዎ ዘለዉ نعوتة كتب لها كعادة أمريكان إسرائيل كلهم هجرات أوروبا تعكيبه. Imagine إيران زاكل حسب الله بنيو قالن تحرقيرو على ملوت زهرب الله. زياتهم كلهم نشتى كفال باجتنا إيران زقبلوا زلوا يوم من البعض. سلزي إيران بعبايا وجك قليل وجك كم زي كونه بزحز بزلوا بزحز أجات زلوا هجرة. جن بزاي قدس التكونات نبول على مكسر له زخلي دروا جانا ندادن لعلك تكوس جمير له نايك أي بحري مسن خالته وسيقالو مبزحتن هجرات كسر له مخانا بقطبة بخالد أجماد ما بزوج شجرات تقعد كم زغل نزي أبغى متاو التزوبانا ما كلام براك عندي نحن ما تقوس لنا بزوج أجماد كل وزغل كونتاتي. On the embassy there in Syria, which took place earlier this month, and as we know, a senior commander of the Iranian Revolutionary Guard Corps was killed. 7 other members as well. I mean, Iran was pretty clear when it said Israel will regret this crime. At the time, they said Israel must be punished. They've gone on further to say when they attack our consulate, they actually attack us. Now, obviously, Iran's view is they have to do something because they have said they are going to do something. But equally, Iran does not want this to escalate into a full-blown war, and neither does Israel. So it all depends what kind of retaliation. If they will really succeed in a strategic target, if there will be Israelis killed, civilians killed, then we are getting into this vicious circle because exactly like Iran has to do something after the assassination, Israel will have to do something after they respond. So yeah, متساقم تحنت تغييرا تحنت خد جميع تحنت خمنا بلاتي سفح ورار كجمريو أمريكا هانتا تقبر الله اسكي ناي سلام تبوكسودو تقبر الله ناي أمريكا قدايت كسكا نسمع. World's most dangerous and complicated situations. That is General C.Q. Brown Jr., the chairman of the Joint Chiefs of Staff and the nation's highest-ranking military officer. General Brown, thank you very much for being here. You were the So هذا كابتن President بايدن زماخر وتدراوي العل أزازي إيو. زنا أمريكا مدلوات تاي مسألة كان اسمع. Please like Gabor support Gabor Dema. Thank you. primary advisor to the president and the Department of Defense on all matters military. This is quite a military morning because the country of Iran, which has already killed 3 U.S. soldiers in the Middle East and launched attacks through proxies on more than 100 U.S. positions, may now this morning attack Israel, our ally, with what we're hearing up to 150 cruise missiles and drones. How close are we, sir, to war in the Middle East? Well, one of the things I'll tell you, Tony, is that we're really trying to avoid war, and this is part of the dialogue. So أنت هاي تبدلو تي ميديا أنا أمريكا مبزحت جزء industrial military industrial complex نديز بحال بعثاتهم من يدقوا عصر نوج نايمت هدا منفس يبلو من كميجر كانت توج تراسنا يوجن أبت ميديا هم زغلتهم وتدرينا زي سنة أمريكا كم زين سلام زعر زلويهم أكتس قبرو ساتهم قدام يمرج أناتهم سلام مخانيم زنقرو ولا نهب غازا كزار بخلو نتي كونتات ناي غازا تطوكم بلو لعلن تحتني يبلو هم زلويهم زقلصو at the same time جن معبتاوي أصوات من إسرائيل يبوالو
لك كمزي عكس قبرو شاله حساوي سب ኣብ ቅድሚኻ ከምዚ ሃፍኮፍ ዝብል ዘሎ ክሕግዝ ዝፍትን ብድሕሪት ግን ኣንጻርካ ጥራይ ዝሰርሕ ኮሚኒቲ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ስለዚ ንዘረቦም ዘይኮነ ንተግባሮም ኢኻ ትርኢ ዘለካ ሕጂ እውን እንተኾነ ሰራዊቶም ዓብዪ ኣዛዚ ንእስራኤል ኣትሎ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ወታደራዊ ተበግሶታት ኦርጋናይዝ ኣብ ምግባር ክሕግዝ ዝኽእል ተባሂሉ እዚ እውን ዝዛረቦ ዘሎ ቀዳማይ ነቲ ኩናት ጠው ንምባል ኢና ንፅዕር ዘለና ክብል ከሎ እቲ ዘረባ ክብልዎ ዘለዎም ዳኣይ እምበር ኣብ ተግባር ውግእ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ውግእ እንተዘይደልዩ ነይሮም ቀደም ጠጠው መበልዎ ነይሮም ውግእ እንደዘይደልዩ ነይሮም ነቲ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ቆንስል ናይ ሱርያ መኮነንዎ ኣብ ዩኤን ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምስ ተወሰደ ነው ብፍጹም ኣይኮነንዋ ኣይተዛረቡን ስለዚ ነቲ ኩናት ከም ዝደልይዎ ዘለዉ በቲ ተግባራቶም ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ሕጂ እዚ ሓደ ካብቶም ኣማኸርቲ ናይቲ ፕሬዚደንት እዩ ዝሕዝን ድማ ፀለምቲ ምዃኖም እዮም እዚኦም ኣካል ቁም ነገር ዘይትረኽቦም ሰባት ኣብ ናይ ውግእ ኩነታት ተቐድሚት ክመፁ ጥራይካ ትሪኦም ብጣዕሚ ኢኻ ተሓፍር that I have with my counterparts within the region, to include the Israeli chief of defense who I talked to yesterday. And we're doing things not only to prevent a war, but at the same time, one of my primary things is to make sure that all of our forces in the region are protected. So how concerned are you, General? We have an American general on the ground in Israel, we're told, coordinating a potential response. If Iran launches a major attack from its own soil on our ally Israel, where we have an ironclad relationship, according to the president, is America, U.S. soldiers, drawn into a conflict once again in that region? So, تحت حجي نحري كل عينت دقف كنقبرنا إسرائيل تبلا لغا أبزح بوتاتات نايتي زوبا دما سراويت انتحرار لك خوينو مخنياتو سراويتنا أمريكا حجي كونن كأمريكا ني إيران كخيد انتايدا دارقا أبز بس حكفال ناي تعدي أبز أبزوريا زلوي كمزي أمزي نريو زلنا سراويتنا أمريكا بخل من قدي أبستفل عليه مدبرات زلويهم سلازي نمتكعتو دلوات له بنتعرو نخطقعون دلوات مخانم سلازي علاماتات إيران بزح علامات كم زلوا أنا عمنا متكع مالتيو زي جيك ساعة كنديتهم سراويت أبزك كعدمي يقولوا يدول دلله. Of course, it could be a potential, but that's the thing that we're trying to avoid, which is why we're engaging. I've talked to my Israeli counterpart since I took over from 1 October. 7 October was when Hamas went into Israel, and so I talked to my counterpart on a regular basis to help us better see where the threat is, how we should respond. All to make sure that we avoid a conflict. That was one of our goals when we first came right after 7 October. I know we're talking, but are we preparing? Yeah. Are you worried? What's your level of concern here, sir? And are we preparing? Are we preparing for it just in case? Because they said they're going to do it. Yeah. One of the things that in my role as the chairman of the Joint Chiefs is to provide. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ኮሚኒኬሽን ምስ ናይ እስራኤል ቺፍ ኦፍ ስታፍ ወይ ከዓ ናይቲ ወታደራዊ እዚ ሓላፊ ርክብ ከም ዘለዎምን ካብቲ ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ቀጻሊ ርክብ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ይሰርሑ ከም ዘለዎን እዚ መግለፂ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ እቲ ውግእ ኣብ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ በፅዋር ናይ ኣሜሪካ ይካየድ ከም ዘሎ ኩሉ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ኣሜሪካ እትገብሮ ከም ዘላ ብቢልዮናት ዝሕሰብ ገንዘብ ሓጊዛ ከም ዘላን እዚ ولا حنت زجرب كنا تفونا يكونن إسكاكال إنتاي كجبر خلوة هدراء وحيلي إنتاي من قصص كجبر خلونا. Options for the president and for the nation, and the same with Secretary Austin. And so we're always planning and preparing. That's one thing we do very well is plan and prepare. And I could not be prouder of our force and the work that they do day in and day out to ensure that we are prepared for whatever might occur. General, speaking of planning and preparing, the head of USAID says famine has begun in parts of Gaza, and the plan is to prepare a pier in order to bring aid in, but the construction hasn't started yet. Do you have? So بحفجة تي كنتات نريو زلنا بحكي زت حساسب كنتاتيو ولا تغبروا زخولو كالون أبتنا غازا كنتات زخونا معلبية لنعو زخونا لو تنخ غبرو تسميت تغير لهم نيرو بات nothing has happened so far. اسكي حنتي استكبكمي بوغن كالو زيغاتات زبلو زلوخه انتاي مسل اسكبزيان اسمع. Across to Jerusalem and speak to our correspondent Iris Mackler. Iris, clearly concern is growing over a reprisal attack from Iran. What's the mood like there? Are people worried about it? People are very worried. I've been away, and when I've come back, I really feel the difference, because before there was concern over Gaza, there was concern over the escalation with Lebanon in the north, over the escalation in the West Bank. But now the talk is all over this Iranian attack, which you are hearing from various sources. American intel, Israeli intel is really. So again, ab Israel التكونات سقعد درجة لعلي كم زلون بزح سقعد كم زلون كم تقدم زنبر ودرجة كنا تري وخمسة لون انتهيدا العل درجة سقعد يسمعون كم زلون and understandably مخنياتو إيران حدا عبها قريو حماس كمان كان زي خوز دالكاز خالي أوش إناتكا إسربيت زمع بلي وتهدرا وعاقمي كان حيلي كان زين كان
بدهون كجبرالك عند رخيلو حد حيال سراويت حد حيال هجر أب هجر أم صعد قط متحسب تلغى برجت أكفر غليم تحرك إسرائيل كمتي أبتدقاقامي أبتكار تهري كنت أنا هكو أزيون يشتى عدي يشتى هجري سلزي ولا تقاقي خاونا لسبي كورد زخل سفيها يكون سفك حبة على زغل قال ملون سلزي بتاع dangerous زين عن رزالنا. Israelis see these warnings from France, from the US to its staff here, and that adds to their concerns. And they're concerned about two things. One is obviously, could the attack harm them? But the second is, what kind of escalation would this be? Because we haven't seen this in this conflict, or really at all. I just want to remind people of the geography. Israel and Iran are not neighboring states. Iran would have to send its missiles across Iraq and Jordan to reach Israel. But we have seen during this war, Yemen was doing that from where its region in the Red Sea. So it is possible. It is frightening. And if Israel retaliates inside Iran, as they are threatening to do if they're attacked, then this takes this whole... It's a conflagration, and it's a different order from everything that we've seen so far, terrible as that has been. So, yes, دوب سلا زي بلندما بلعل كالوت هجرات حلف ميسايلاتن روكيتاتن يخ جبر زغل توكينات مالتيو سلازي ناي بحكي كسم بتزغلن كرع زغلن كسم بتزغل مخانو جت أراتر مخنيات يبلو نابلتيات زارب زلا سكن غتصب. Biden, who has been receiving constant updates on the situation from his national security team, the 81-year-old commander-in-chief also issued a one-word warning to Iran. When a reporter asked Biden about his message for Iran amid fears of possible strike, Biden asserted, "Don't." What is your message to Iran? What is your message to Iran right now? Mr. Message to Iran in this moment. Don't. So, don't, yeah, hand captain, ددقاقمان قاليا تي نحادي سبسي زدلخا بدلات يركايو زخوني يخون سكمتي كي توسد زبل مفرح ناي بايدن يزي تدقاقامي بزيك العالم أمريكا أنا يكون كون زبلا زولو غزي من البات ريداليو بتمزحفنا تون تعيفو له انتهي تبل أمريكا is a declining power انتهي دا زودق زولو نكسنتيو زتفش زولو نكسنت مخانو أبتا شدش ستيج سالونا امباير زولسو ناي نكسنت زخونا حيلي اب تاريخ تمركزنا ترينا قدامي كالاي سالساي رابعي حمشة شات ناي مودا تستيج أمريكا ما بتاني مودا تستيج زلايل كابزي حجي نلا على قص كام عبايلن من كل قوال تراهي زلوايل أمريكا ما أبتلا على واي ستيج ناي شات ريكونس أبتاني مودا تدرجة بس حلا زي كابزي أوريدا من كل قوال ندي زلاجن من قد خد كير تخلني يرا نستو سنة كتس أنا حبت بوتاتي جن ندحر كتملا ساي تخلني أوريدي تمنقل قال أوريدي تدالو البيهيفير نايتز بلو توشتاوي دايناميكس نايت هاجرالو كمو عينة تي مورالوي بوليتيكاوي بزح طفشنا زقات ممزلو دبلوماسياوي صقما زقات ممزلو إذ كله أب حدا جزاك تقريه يتخلنيها قبل على كله جن أمريكا بناي دق حيلي كونت صقم خقات مازغل وشتاو صقماي نابنة تجي دحري أرستوس أنا جزاك جبر مرجع حدا كابتي أزيو برتع زخون مرجع كون كم زغلي زنقار زلو نتي ما كان أنتم بايدن دونالد ترامب زقبرو زلو بيت فردن بقالن زقو دايت نابيك بتصحيح سلازي بزح جنزب بايدن يبولو ما عاد جنزب يوز حق زلو بايدن كان بحدش كمرت أبزح جزء اللو خمان بعلى سكة في مراح كله توسخ 4 عامد كبوين 4 عامد تتوهيبو دحرت تشعير مالتيو زلو نايكوينات نايغرغر من قدي بزل على نهري تقصدي مغنياتو دحريو 4 عامد كالوت كمرت سلازي كونه دليت تخبر خل انجو كان خي مرت يلو قال ملا قال بلالو دحريو جن دليت تخبر خل كتحطو يتخلني خا سلازي اجين كم زندرو زنا بوليتيكان امريكا نبعلو أب كم درجة بتحلو توم ريبابليكانن ديمقراطسن حنتي هتسمع معهم توم بوليتيكانيات مالتي حنتي هتسمع معهم سادما وجي أب أنصار إيران مقبار كل يوم يسمع أب وجي سمع معي anything else سمع معهمني أنت كبر أسوتي أنت ترجع قبرو أب بفلا يفتوش تاو عد بوليتيكاناتهم أب زخوني يخون نطبي كسمع معي كلوني أب زخوني يخون بينتهم مسرح ديو ترجع مسرح ديو يلا مسرح ديو نعم وجي كتكون كلا مخنيات بخلتي وجن زلوا بوليتيكانيات Despite the fears of regional tensions escalating, Israel's military has said that they have prepared plans to respond to a possible Iranian attack. According to the army's spokesperson, Israel is ready for a wide variety of scenarios that include both defensive and offensive actions. In the last 24 hours, we conducted reviews of plans for a wide variety of scenarios following reports and declarations of an Iranian attack. The commanders presented to the Chief of Staff the plans for defending and attacking and adjusting the operational response in all the areas. While municipalities in Israel have reportedly been told to prepare for an attack, they've been told to ensure that all public shelters
إسرائيل ملو تدعلو كم زلان وجه نعبي وجه تدعلهم زلا كل زدليا نجرنا قربت خيط كم زلا يزنقر زلو and only time will tell بلو مسك زي كرت مدلاوات ساعة كنا يكون زغل درو شدش تورحي أبحد عبي وجه أنا هتهجر مس حماس بزح من سياتنا تاب سراويتات يوم زلوم هجي دما نزعبي وجه كمية تأكيدا نايتي بوليتيكا أيردانن يعني هذا سب دحرسته وسنة جزء شمجيل كاغدا فيل كان في سلام تملسو زياتهم كان أب يوكرين تخونه كتصق بيكولون يمزلو كاب كينات أب إسرائيل هجي دما كالو كينات I don't know تايمز دلي وازلو نزا عالم بزو حسبات أبزوان زي سالسي عالم سالسي كينات عالم درو جميري زلو زيقن نابزل على الدرزي كوز دوزغل كوناتاتنا نرزلنا بمبالي مزقل تروا Are ready for use. Civilians have also been asked to remain vigilant. Following the sharp rise in the tensions, countries including India, France, Russia, Poland, and the United Kingdom have warned their citizens against. زين هجرات زياتن كلاتن زيقاتاتن كاب إسرائيل ترى يكونس كابت زوباتي يوتان نخي كدون كيدهم زلوا دما قلتيفهم كوتس خم زلوا من كاب إيران جرمنت مالي أبسخون يكون ساعات زيقاتات نتا كوتس خم زلوا immediately زي بالتزاز محلالي فا أستراليا كمو إنديا كمو كاب إسرائيل ونو كلهم فرانس يوكي بولند نروي روسيا أقدمة نبير نبتمع كلام مبرق زخون زيقانات نخي كيد أتنكي خانيرا أمريكان كندا عندما تمسس ስለዚህ እዚ ዓይነት መልእኽቲ ካብ መሓላለፍ ከሎ ብዙሕ ግዜ ስጋት ናይ ውግእ ስለ ዘሎ እዩ ወይ ከዓ ዝርእይዎ ዘለዎ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ የቕልሎ ጥራይ ኢኻ ዝበሃል እስከ ንቐፅል እንታይ ኣሎ ካልእ traveling to Israel, and in some cases the wider region amid threats of an Iranian attack. The French Ministry for Europe and Foreign Affairs has advised its citizens against traveling to Iran, Lebanon, Israel, and the Palestinian territories. Along with France, India has advised its citizens not to travel to Iran or Israel till any further notice is issued. At the same time, the US has asked its consulate staff in Israel to not travel outside the greater Tel Aviv, Jerusalem, and Beersheba area. So, كم نريد زلنا again the travel industry كزرق كم زغل زيقاتات نابت بوتاتات تكيكدو نابت زوبات تكيكدو متنقاطات جبرالو سلازي قليل نجار كم زي كنا نخردعنا إليه من البات نحناون بقدينا نابزو خي سبقة أي كلونا نقد لعلت نقاط كم زي اليو زغون سب نابت بوتاتات كيكي. Amidst the heightened tensions, some flights have also been cancelled to Tehran. The German airline Lufthansa has extended the suspension of its flights. Retired. So. أبزين زوبتا أبزين هجرات زياتن زلهم سبات ويوناب كلا عالم زلهم نحنا إرتراين دما بعضنا كنت نكاخن كلا لنا زي زمت زلوا وان vacation نبيجس كات خيدون نكاخ كليو I think نب مديترينيان نبعل نب كبابي ولا نبعل تركو ونتغني نكاخ كل خمس خيل سلمتاي تي كونتات نابوتات مكبت سلزغل بحفشاجن زيد اللي من قصقاسات نالبات إسرائيل vacation كقبروي كخد إذا حسب سبات له نقروهم that's a very dangerous place to go ولو إن أنا بناتي رديت ولا جبت وأنا بزوانزي تدي زمرت بوتا خيني يسمعني معناته after جنا إسرائيل خازل لخاص لذي that's gonna be something لذي again زكونتات نبي خيط كم زلوا نر لنا قليل كم زي كنا دم. Colonel David B. Desroches is a professor at the Near East South Asia Center for Strategic Studies at the National Defense University. He is now joining us live from Washington, D.C. Welcome to the program, and it's good to see you, Colonel David. Now, we've seen, or we've heard from the U.S. The U.S. says, do not. That's according to the United States President. And Iran says... So, كان حركة سكوت تويتر انتايبل بزعباز خان اسمع. Ben Gvir was forcing Netanyahu to attack Rafah. He said that if he's not attacking Rafah, he's not going to be prime minister of Israel. What's going on in Israel right now? And we've seen that they're taking out their troops from Gaza. What's the strategy on their part right now? This is a war Israel is never going to win because it's predicated upon the military destruction of Hamas and the political destruction of Hamas. Hamas today continues to resist. Israel hasn't destroyed it. We can't put a percentage on what level of destruction Hamas has suffered. About a month ago, the United States said they believe that 35% of Hamas's military capacity was destroyed. In reporting to Nasrallah, the Al-Qassam Brigade said 10% of their capacity had been destroyed. So, انتهت بالزلو بحفشة نتنياهو كابتناتو لفنتي ناي بوليتيكاوي دقف زلو حيلي نزي كونتات ناي إسرائيل اندي سعيرو نزي ناي حماس زي سعيرو برايم مينستر قوم كم زي كل ويقتل كم زي كل يتنقو خم زلون بمغلطة تي حماس كندي برسنتي تفيز له حماس كابوت هدراوي كمون بوليتيكاوي خاص عرض لك
بناي أمريكا تبصب زوجيلو 35% عقمنا يتحماس شدشت ورحي أبعدسو معصو تواجيومسي 35% ناي حماس وتهدروا عقمي أتكي خمسة الله إسرائيل قال يسوني يرنا أمريكا ريبورتي بلالو بتخالد ماتنا حزب الله دوس حبريتها دما 10% أنس بناتي رديت وكان يبزحت حزب رديتون كبابي 800 900 ناي حماس مخنياتو نتي غزاز بحال كما يجرم ملو تبي سلتا تبزخنا مصوص لزين خلنبر ات غزاز بحال كباب سوس 7 كساب 7% ناي تجزاوت كومبليتلي عني تديهم لهم سلازي كما يجرم كسا كندوك انو كودقو زي قالو تي حماس بحال انت عينت حيلي وي دون نو سلازي نت حماس بحالون كندز اكل اصوار ابزح صبصباتنا تحجاب برساي زكروني ግን أمريكا أبكالي كانت على كابسة كوسطلو تتقامتلو نتوكتن لعلي عبيد زلو نتاوي أبقازة تتوكسو اللي يزبال سلازي تتقاملو زلا كبدنا يا توار صاحقنا يتبدأ بقلمة كلها بقمتي تيغات حماس ساجي كتمسس زي مخالو ساكن دي حياة الأورجنزيشن مخاني زي نقرأك معناته مش إسرائيل كمي يركا هتقت مغا إسرائيل بقول كبيبات كازلا زخونة توسخا صوار كتو تيتخلنها زخونة توسخي مقبك مكلا كتو تخم زي تخل يراتي هتقال I don't know እንታይ ክሳዕ ክንዚ ክምክቱ ምኻሎም ንዓይ ይገርመኒ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ናይ እስራኤል ጉዕዞ ኣብቲ መጀመርያ እውን ዕውት ኣይኮነን ዘሎ እቲ ንገብሮ ዘለና ዘብሎም ዘሎ ምክንያቱ ክንድዚ ዝኣክል ዕንወት ኣውሪድና ከለና ከማን ኣብቲ ቦታ እቲ ሓማስ ክንኣልዮ ዘይምኽኣልና What's the truth? Somewhere in between that? More? I don't know. But they haven't been destroyed. 6 months in, Hamas is still resisting. Israel has succeeded in depopulating certain parts of Gaza. But then what happened? They had the troops there, and Hamas kept popping out of holes, killing them. It was a death by 1,000 cuts. You can't, what are you going to bomb? There's nothing left to bomb. They bombed all the civilians. They bombed everything. They committed their cultural and ethnic genocide by moving 1.6 million people into the Rafah area. But Hamas is still everywhere killing the Israelis. Meanwhile, Israel went off and committed its crime against the Iranians, blowing up the consulate in Damascus. The Iranians now are saying they will retaliate. Now, here's the problem. If Iran retaliates and strikes Israel, Israel says they're going to strike Iran. When that happens, all bets are off. Hezbollah goes to war against Israel. It's all over. Big war that Israel can't win. Israel has stress tested itself. The reason why I say Israel can't win is because Israel has prepared for this. They actually did 2 consecutive major exercises. Last year's, I think, was called Chariots of Fire, where they stress tested their system, meaning they were fighting everybody at the same time. But you see, remember we talked about Christopher Cavoli and imagining war? The war that the Israelis imagined was a full-scale war with Hezbollah on the left. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እስራኤል ብዙሕ ጉድለታት ትገብር ከም ዘለና ብዙሕ ጌጋ ትገብር ከም ዘለና ከምኡ ድማ ዓቕምና ኣተሃድሮ ሰብሪዎ ከም ዘሎን ዓለም ሪኣቶ ከም ዘላን እቲ ዝነበሮም ኩነታት ድማ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሽሞም ዝነበረ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ክድገለ ሽም ነይርዋ ዓቕሚ ነይርዋ እናተባሃለት ከላ ኣብ ዩክሬን ምስቲ ኩሉ ሓገዛት ናታ ምስ ኩሉ ኤውሮጳ ናቶም ኮምባይን ኮይኖም ኣብ ዩክሬን ዘሎ ውግእ ራሻ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ትስዕሮ ከም ዘላ እዩ ዝነገር ዘሎ ብዝዋን እዚ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣይ ቲንክ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ጀርመናዊ ጀነራል ናይ ኔቶ ፅሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ሚዛን ናይ ውግእ ኢሉ ሓደ ወታደር ናይ ዩክሬን ንሓሙሽተ ወታደራት ደረጃ ናይ ራሻ ክዋጋእ ተገዲዱ ዘሎ እቲ ሎጂስቲክ ድማ ሓደ መድፍዕ ናይ ዩክሬን ብዓሰርተ ናይ ራሻ እዩ ዝድብደብ ዘሎ ኢሉ ስለዚ እቲ ሚዛን ናይ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ 1-5 ዘሎ 1-10 እንታይ ማለት እዩ ወታደራዊ ዕብለላ ናይ ራሻ ኣዝዩ እናሕየለ ይመፅእ ኣሎ ብመንፅሩ ድማ ብኩሉ ግንባራት ይደፍዎም ከም ዘለው that's why ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ትሚሉ ዘሎ ብዛዕባ ዩክሬን ድማ በዚ ሕጂ ዘለዎ ተቐፂሉ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክትማራኽ ከም ትኽእል I think ሰርጌይ ላቭሮቭ ዲ ወላ ናይ ራሻ ኣምባሳደር ኣብ UN ገሊፁ ኣሎ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክማራኽ ከም ዝኽእል ክውድእ ከም ዝኽእል እውን ገሊፁ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ኩሉ ስዕረት እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረትካ ተቐቢልካ ጌጋኻ ቀይርካ መንገድካ ቀይርካ ሓድሽ መንገዲ ምጅማር ልቦናይ ከምኡ ክገብሩ ግድለት የብሎም እንታይ ዳ መመሊሶም ክደፉ መመሊሶም ናብቲ ኩነታት ክኣትዉ መመሊሶም ናብኡ ክኸዱ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ዝበዝሐ ሰብ ዓብ ስጋት ዝፈጥረሉ ዘሎ ንእሽተይ ንስማዕዮም ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንሓልፍ ኢና Lebanese border, a war where Syria made an effort to go on heights, and a war where Iran intervened to help that. But when it came to Hamas in the West Bank, they expected there would be sort of a new intifada in the West Bank, but that could be suppressed with a handful of troops acting very violently to keep it down. Gaza, they just said, Hamas may come out and blow up a couple things, but fire some rockets, but Gaza will be under control. So And this goes very quickly into a war
And therefore, it is really, I mean, it's not about the question, should they react or not? The only question is really, whom will it serve? Like I'm asking also, whom did it serve the assassination in Damascus? Whom did it يا ናይ بحቂ ዝሕዝን ኩነታት ኣለና again كل እዚ ኩነታት እዚ ግን እቲ ሜንታሊቲ እቲ ስነ ሓሳብ ብድሕሪት ዘሎ ነዚ ይመስል ኣብ መቃን እቲና ንሪኦ ንድሕሪ ሕጂ ግን እንታይ ክመፅእ ክእል እውን ክንግምት ኣየፀግመናን ክንግምታ ንኽእል ከምዛ ጠቕሳ ፀናሑ ሕጂ ዘካይድዎ ዘሎ ሕጊ ግን ኣበልካ ፈፂምካ በዝን በትን ተፈላለየ ምክንያታት ምስምብሳት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክትፈጥር ኣለካ ከተጣቁስ ኣለካ ካልእ ስራሕ የለን ብምሉእ ናታቶም ማኪና ናይ ፕሮፓጋንዳ ካልእ እንታይ ስራሕ ኣለዎ እንተኢልካ ካልእ ስራሕ የለን በዚኣ ከምዚኣ ከመይ ጌርካ ትምህርት ከመይ ጌርካ ነቶም ጉዳያት ተጋውሕን ከመይ ጌርካ ሓደ ፍሬም ትፈጥር ንዕኡ ከመይ ጌርካ ናብ ቀፃሊ መደባትካ ትጥቀመሉ ንዓና ግን እዚ ሳልሳይ ዙርያ ናይ ወያነ ወራርን ዕንደራን ኣብቂዑ ተወዲኡ እዩ ግን ካብ ዝሓለፈ ዝዓበየ ትምህርቲ ተኸስበሉ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ምክንያቱ ኣሃዛት ኣለና ኢልና ንሕና ንዛረብ ኢና ግን ኣብቲ ኩናት ዝጠፍአ ሰብ ብ10,000 ብ5,000 ኢልካ ዝግመት ብማዓይታት ኣሽሓት ዝቁፀር እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሰራ ከዓ ሎሚ ማለሽ ግዜኡ ኣይኮነን ግን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ተሓታትነቱ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ኢልካ ተመሊስካ ንድሕሪት ኣብዚ ከመይ ጌርና ኣቲና ስለምንታይ እቶም ኣብኡ ዘእተውናን ናብኡ ዝደፍኡናን ናብኡ ዝደረኹናን መሳርሒኦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝገበሩ ክሕተትሉ ክእሉ ኣለዎ ምክንያቱ ዞባዊ ርግኣት ዞባዊ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍፃሜታት ንሓለፍካ የተኸይድ ንምድንጋር ኢሎም ዘካይድዎ ዝተፈላለየ ዘመተታት ዓይና ክዓብሰና ይክእልን እየ ክንኡ ክንጥምት ንኽእል ኢና ነዚታት ከደናግረና ዝኽእል የብሉ እዚ ወዲ ከምዚ እዩ ምናልባት ታቐንዲ ዕላማ ከይድካ ከመይ ጌርካ ተጣቁስ ስለዝኾነት ዝግባእና በርክቶ ጌርናሉ ኢና ናይቲ ማለት ናይ ሰለስተ ስርሒታት ጥራይ ዘይኮነ ዓመታት ተቃለስናዮ ቃልሲ ኣብዚ ከባቢ ሰላም ክመፅእ ቅድም ቀዳድም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክመፅእ ክእል ኣለዎ ናቱ ፅልዋ ተኸባቢካ ቀሊል ኣይኮነን ነዚኣ ንምዝራግ ዝግበር ፈተነታት ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ጥራይ ጠመት ኣይኮነን ነዚ ከባቢ ሙሉእ ንምዝራግ ተባሂሉ ዝኸይድ ስለዝኾነ ንሕና መኸተና ክገፍሕ ክእል ኣለዎ ክንምክተሉ ንኽእል ባይታ ከነግፍሖ ክንክእል ኣለና ንቕሓት ማዕሪኡ ክገፍሕ ክእል ኣለዎ ካብዚ ናይቲ ማለት ሰለስተ ዕንደራታት ተቐሲሙ ዘሎ ትምህርትካ ቀሊል ስለዘይኮነ ማለት እዩ እዚ ንከምዚ ምናልባት ኣብ ምስናድን ኣብ ምዝርዛር ናይቲ ፍፃሜታትን ከም መምሃሪ ንድሕሪ ሕጂ ከይድገም ከምዚ ኣመሰለ ዕንደራ ግባእ ምድላዋት ክንግበረሉ ዘለዎ ሕጂ ካብ ሓሳብ ኣብኣየ ዘላ መዓስ ብረቶም ረክቡ መዓስ ኣብ ማዓስከራት ኣትዉ መዓስ ኣይኮነን እዚ ዝርዝራት ናይ ፍፃመ ኣፈፃፅማ እዩ እቲ ዋና ዓላማ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ካልኣይ ግዜ ከይድገም ምእንቲ ምድላዋት ክግበረሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕኡ ዝኸውን ባይታ እውን ክፍጠር ክኽእል ስለ ዘለዎ ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ ወራራት ዕድላት ዘይኮነ ንቅድሚት ናበይና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ንስራሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ብዙሕ ሓድሽ ኣስኮላታት ኣይድልየናን ተኣኽለና ተማሂርና ስለ ዘለና ማለት ብግብሪ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ከይድገም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ክንሃንፆ ንደሊ ሰላም ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን ናይ ዝኸባ ከመይ ጌርና ንስራሓሉ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ነቲ ኩናታት ትንትኖ ግዜና እውን ከነጥፍእ የብልና ያ ትዝበለፀ ካብኡ ተማሂርካ እንተኸድካዩ እቲ ፀገም ግን ከምታ ክብላ ፀንሓዩ ንሳቶም ዓሪፎም ኣይድቅሱን እዮም ሓድሽ ነገር ምጥቃስ ድሮ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ዝዝረብ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ እዩ ተዛሪብዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ካብታ ንሱ ተዛረበሉ ክሳብ ሕጂ ክንዲ ምንታይ ሓንሳብ ብናይ ባሕሪ ተባሂሉ ይመፅእ ሓንሳብ ብናይ ዶብ ተባሂሉ ይመፅእ ሓንሳብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግፍዒ ይፍፅም ኣሎ ተባሂሉ ይመፅእ ሓንሳብ ኤርትራ ንሶማል ሰራዊት ሰድዳላ ይብል ስለዚ ዘይበሃልን ዘይግበርን ሓንሳብ ምስ ግብፂ ትሰርሕ ኣላ በዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምትንኳላት መወዳእታ የብሉን ግን ኣጋይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ነገራት እያ ዘላ ናይ ሆፕ እዚ ኩነታት እዚ ንስለ ኤርትራ ዝኣክል መስዋዕትን ሽግርን ስለ ዘሕለፈት የስ ዓለምና ብሕማቅ ግዜያ ትኸይ ዘላ ግን ንኩሉ ግዜኡ ኣለዎ እቲ ዓለምና ብፅቡቅ ከላ ኤርትራ ሕማቅ እያ ነራ ኤርትራ ሕጂ ሬላቲቭሊ ብተዘማዲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እያ ዘላ ኣብ ፅቡቅ ካዋህው እያ ዘላ ክንብል ንኽእል ኩሉ እቲ ዘሎ ንዓለምና ቀይ ባሕሪ ንግዲ ጠጠው ኢሉ ገለመለ ኤርትራ ኩሉ እሱ እናሰርሖ ከሎ ንኤርትራ ተዓፅዩ ነይሩ እሱ ኩሉ እቲ ዓለም ተኸፊቱ ከሎ ንኤርትራ ዕፁው እዩ ነይሩ ስለዚ ክንምንታይ ሕጂ ዓለም ኣብ ቀይ ባሕሪ ዶ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዶ ሽግር ኣጋጢሙ ንኤርትራ ናቲንግ ኢዝ ቼንጂንግ ኢትስ ኣክቹዋሊ አ ጉድ ቲንግ እቲ ኣቴንሽን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ቦታታት ፋሕ ኢሉ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ሓንጎላን ኣብ ካልእ ውግኣትን ተኣሊኻ ስለ ዘላ ንኤርትራ ሬላቲቭሊ ፅቡቅ ግዜ ክንብል ንኽእል ኣሜሪካ ዓለም ርግኣት ተረኺባ ምትንኳላት ናታ በዓል ኤርትራ ብዝለዓለ ናሃርግ ከም ዝቕፅል ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ርኢናዮ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝኣክል ተመክሮ ተወሲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ
ستراي جن دي كوني I think مدرخنا يتسوبانا انتاي كخدقمي سودان فحفاهيلا إثيوبيا أبدن دستاي حلا سوماليا نريا لنا تكون تازلو بسجرنا يمن نريا لنا سلازي اتزوباتي زترفيه بلون جن تري زترفيه بلون زبل كحيل غايل سلازي إيرترا قدامين لأنه كلون تبدأ زلو سبنا على بعض إيرترا زلو سب نحد الناس أقام سلازي بلو بزعبي زاربني تبدأ زلو سب جن حنت كامتا حماق فيروس كوينا بزحورة سب بزحوق زي دشجرة زبالة شوت انتلا حدنا إيرترا مزراجي زدما بكل من قدي نتحدث معك نفس وقفنا بب زخولو من قدي كسر حلهم زلونا تمحصون كنا لما رساب زخودي لايك جبروا سبورت جبروا أكلاتنا إذا كان الكل نابلكم مزيا لبواخ قد فكمية بليز على بوا سموها أبز معبول عالم تسديدنا نزلنا أكد صحابري تاخبكمية وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زدم عسل زغنا نعون غنحز كل زك على لنا نقبر لنا كل قوايا دمان لنا وصر خلتها أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالك نروح بزين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هجرات أزدي بلوس ما يتمرت عدلات هاللوين ورقص لزلنا نت تمرت عدلات كنت كعمل فتن أنت زي اللي دما بعيني إنترنت ديرنا زي لينا فلتت حزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تتغملي بلاكم. Thank you very much.